شفت اللي حصل مع الشاب دوت؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك خبر يهمك او ما يهمكش، المهم ان هو ما يفوتكش. الشاب اللي انا حاطط صورته قدامكم دوت من القاهرة، في منطقة اسمها السلام بالاخص. كان واقف بيبيع انواع مخدرة لاحدى الناس في الشوارع، وبالتالي تم تعديد موقعه وتم القبض عليه. فنصيحة لكل الشباب اللي مفكرة نفسها آه، شبيحة بقى وبتاع، وبتقف على النواصي وبتروح هنا وبتروح هنا. فكل المناطق، مفيش منطقة ما فيهاش حاليا. يمكن قالوا، يمكن استخبوا، يمكن خافوا. المهم ان اي حد يفكر ان هو هيقف ويبيع في الشارع كعادي، ان هو بطل يعني محدش هيقدر يكلمه ولا حد هيعرف مكانه ولا الكلام ده، لا، بالتالي هياخدوك وهيتم القبض عليك. فما تعملش نفسك ناصح وتقف لي على الناصية وتروح تبيع هنا وتروح تبيع هنا. الافضل ان انت تسيبك من الحاجات اللي ملهاش لازمة دي، وعشان خاطر ما تضرش نفسك. والحاجة التانية علشان خاطر ما تفكرش ان انت مش هتتجاب. والله بتعمل اي حاجة في اي مكان دلوقتي، مفيش بيت او مفيش منطقة مفيهاش كاميرات. فانت هتعمل نفسك ناصح، هتسرق، هتبيع مخدرات، هتعمل مش عارف ايه، هتتاخد. فنصيحة من اخوك الصغير او الكبير: حافظ على نفسك، وبلاش تعمل حاجات اول هم تضر بيها نفسك وتضر بيها كل اللي حواليك، عشان لما انت هتتاخد هتضر كل اللي حواليك معاك. استنوني في فيديوهات تانية كتير، واللي مش عامل فولو يعمل فولو. متنساش اللايك والشير والكومنت. اشوفك في فيديوهات تانية كتير.